السلام عليكم، معكم يسرا، مرحبا بكم في فيديو جديد، نهار جديد وعام جديد. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وارقى الاماكن نتوما كتفرجوا هذا الفيديو هذا. اليوم ان شاء الله تعالى نعمل لكم فيديو جديد، وكيف ما وعدتكم في السنه الجديده ان شاء الله تعالى غنحاول نحط كثر وكثر فيديوهات كثر وكثر. وقولوا لي مبروك شريت ميكروفون باش تسمعوني مزيان. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه بالضغط على زر السبسكرايب اللي كاين تحت الفيديو، وتفعلوا الجرس، وتخليوا لايك، تخليوا شي تعليق مزيون بحالكم، وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم. علاش لا اذا ما كانش فيها شي عدم وشي تكلفه. ودابا يلا نبداو الفيديو ونقول لكم شنو غيكون الفيديو بالضبط. الفيديو اليوم ان شاء الله تعالى غيكون كما شفتوا اصلا واضح وصريح. غيكون تجربه الفواكه الغريبه اللي عمري ما ذقتها. كاين حاجات اللي غيجيكم نتوما نورمال، وكاين حاجات اللي ما نعرف. المهم كاين حاجات اللي يعجبكم نتوما نورمال وانا ما ذقتهمشي. ومهم هنايا الفواكه بالضبط اللي انا عمري ما ذقتها، وكاين اللي ذقتها وغنعطيها فرصه ثانيه. بلا ما تسقسوني علاش انا هكذا ذقتها وغنعطيها فرصه ثانيه. فعندي هنايا بزاف ديال الفواكه، ماشي بزاف مي المهم القليل من الكثير والكثير من القليل. غندوقها، غنخلي لكم هنايا السميه ديالها والسميه اللي معروفه بها عندنا هنا في المغرب والفوائد ديالها، حيت بزاف ديال الفواكه كيكونوا عندهم فوائد اللي هي كبيره، وحنا حيت ما متعودينش كناكلوهم، ما متعودينش كنذوقوهم، ما كنعرفوهمش وما كناكلوهمش. فهاد الفيديو هذا غنحاول يعني نجيب لكم الماكسيموم ديال المعلومات عليهم والفوائد ديالهم باش ترجعوا كتاكلوهم حتى نتوما. وانا غندوقهم، الا عجبتني كثر غنعاود ناكلها، الا ما عجبتني كثر ما غنعاودش ناكلها. مع العلم انا راه ما عزيزش عليا نخرج على المألوف، واخا كتشوفوني كنجرب اكلات مختلفه وكذا انا عزيز عليا نجرب، ولكن ما كنخرجش على المألوف. لا لا، على المألوف الاكلات ديالي الطبيعيه. بلا ما نطول عليكم الهضره، ديروا اشتراك، ديروا لايك، خليوا تعليق، ويلا نبداو الفيديو ديالنا. ليتس جو. ما عرفتش اش نبدا بالالف حاجه بالنسبه للجميع. شوفوا هذا غيبان لكم بعويد، ولكن هو ماشي بعويد، نورمال عادي. اوكي اطنات عادي. ردت عليكم ما راسكمش بعدا واش فين هو الاخ. ماشي مع موالفه مع هاد الاتاويش، فاعتذر اذا كان شي خلل في الصوت، واعتذر حسب خصني نكون جدي حيت كاين ميكرو وانا فيها هضره بزاف. ويلا نجربوا. غنبدا بالحاجه اللي نورمال عند الجميع ولكن ماشي نورمال عندي، حيت انا اول مره غندوقها. دقتها في عصير، دقتها في حلاوي، دقتها في كلشي، ولكن المانجا العملاقه ها هي. شوف كيفاش عامله مانجا عملاقه. انا عارفه بلي بزاف الناس كياكلوها، بزاف الناس ذاقوها، متعارف عليها في العصائر سلايد وديكشي كامل، ولكن انا اول مره غندوقها هي شخصيا، هي كمانجا اصليه. عرفتي صدقات فيا غامله ولا غمالت ولا شي الدعوه. المهم هي كيفاش عامله. كيبان فيها ريحه مزيونه. ها هي المانجا. حلم حياتي نقطعها كيف ما كيقطعوها في الفيديوهات اللي كنشوف، فانا غنقطعها كما كيقطعوها في الفيديوهات اللي كنشوف ونحاول ندوق. ما عرفتش كتبان لي في الفيديوهات ديال عباد الله كتكون برتقاليه، يعني فهمتوا كتكون برتقاليه اكثر من هيدا. ما عرفتش واش هادي باقا ما طايباش اولا خاسره، ولا ما عرفت الصراحه. ايوا كي دلعني. شوفوا شوفوا عرفتي واش كتسمعوني ولا لا. المهم نحاول نخلي الميكرو قريب ندوق. ما عرفتش واش كتسمعوني ولا لا العواول. المهم انا ناخذ هاد الطريف هذا وندوق. كتبان صوفيه. صوفيه مين جيت هاد المصطلحات انا ما توقعتش يكون هيدا يعني الملمس ديالها. توقعت الملمس ديالها يكون مشكل. بسم الله. ناس مزيونه مزيونه، عجبتني عجبتني. بالنسبه للبنات اللي ما كيحملوش الصوت ديال الماكله، شوفوا انا راه جايبه ميكرو خصوصا باش صوت الماكله يجي واضح. ما عرفتش جاتني بحال اللي ناض الجلده ديالها فيها. حبيتها. عندي هنا نوع اخر ديال المونغ، ولكن اكثر احمرارا واكثر نضوجا. فاين ملي جبت هذا المصطلح الله اعلم. شوفوا شوفوا وي اخيرا عملت انا هاد اللقطه. بسم الله. واعره هي واعره. هذه احسن من هذه والله، هذه احسن من هذه. دوزو الحاجه يمكن تكون مألوفه عند الجميع ولكن انا ماشي مألوفه عندي، اللي هي لي فرومبواز هما.
هاد الغوزيين هذا، ولا التوت البري بصفه عامه. انا نجربه لاول مره. كناكلو اوسي في الكلاص، في العصائر، داكشي هذا كامل، في الحلاوي داكشي كامل، حتى في لابيلو، ولكن باش ناكلو ماكله ما عمري ما زعمتش عليه صراحه، اول مره زعما هو. ياه. أم، شوفوا، كنظن الحاجه الوحيده اللي مطابقه، بالعكا، الحاجه الوحيده اللي مطابقه مع الحاجات اللي كيكونوا مصنوعين بها، يعني يعني مثلا الا كليتي شي حاجه د الفرومباز غيكون فيها المذاق د الفرومباز نيشان. حبيت. حبيت والله، حبيت. غندوزو الناس. هذا سي كنجبر، ولكن قالوا لي بلي محسوب على الفواكه، فلا حد يحتاج، الله يرضى عليكم لا حد يحتاج. فانا نقشر الطريف في الريحه سي كنجبر، نحاول نذوق. وقالوا لي يعني مزيون يعني في العصر، ماشي انني نذوقو، ولكن انا بغيت نذوقو، كنتمنى ما يكونش فيه شي مذاق اللي هو اه لا يحتمل. الريحه ديال سي كنجبر، وديت خاصها تكون عندي الريحه، طبعا تكون الريحه ديال سي كنجبر. بس يلاه بسم الله، صراحه متخوفه منه، حيت دابا الذوق مي حاليا مزيون، حتى ساعه باقي ما جبرت حتى شي حاجه. نسيت ما عطيتكم شي تغيير بالنسبه لي للمانغا، 8 من 10، زعما ماشي ديك المذاق اللي واو، ولكن مزيونه تؤكل. تؤكل بالمعلقه. الفرomباز من المذاقات المفضله ديالي، فكيميل بين حموضه والحلاوه، فانا كنعطي 9. صافي. المانغا 8 والفرomباز 9. دابا ندورو سي كينجبر، عرفتي سي كينجبر. شوفوا البنات، انا كل واحد في خبوازه باش تبدل لي المذاق ديناميك. مم. حار بزاف، اكثر من القياس. المذاق ديالو لا مذاق فيه، ما عرفتش كيفاش يحسبوا على الفواكه، ولا ما عرفتش انا كيفاش حاسبه على الفواكه، ما عرفتش. المهم دابا ندوزو هادي البيك برتقاله، اولا ما عرفتش شنو سميتو. ديك مول اللي شريته من عنده قال لي سميه، ولكن انا نسيت. هو شبيه للتشين، ولكن الاغلبيه كياخذوه الناس اللي عندهم سكر وديك الاشياء هذاك، مع العلم انه كيقولوا عنده فوائد كثيره. نجرب. let's try this. هذا ماشي اول مره عندوقه. حبيت. انا نحاول ما نقشر مثلا، ما نصعبش الامور على نفسي. كيزه. نسيت ما قلت لكمش الاسماء كل وحده. المانجا 15 درهم كبيره، 10 دراهم تستيتوا. هذه 5 دراهم، هذه 5 دراهم. فخومبواز هذيك ديالها كامله اللاطه كان فيها التوت البري وفخومبواز ب 10 دراهم. 10 دراهم. وهذه 5 دراهم كما قلت لكم. دابا غنقشرها. المذاق ديالها المنظر جميل، كنتمنى المذاق يكون جميل حتى هو. تخيلوا دابا انا درت فيها الزيت شنو ملي جبت انا هذا المصطلح. دابا تخيلوا انا مخليه كلشي على ميكرو، تخيلوا يكون ما كيسمعش اصلا. نتوما تخيلوا. اه فيها ندوق فيها الطريف هذا نشوف. هو كيش عامل، كيبان جميل، المنظر ديالو جميل، هو كمنظر جميل، ولكن كمذاق بسم الله لازم. آه آه ما عرفتش. ما عرفتش داش مذاق نقول لكم، ما عرفتش صراحه. بلاتي بدل المذاق ديالو بالمانجا نقدر نقول لكم. عامل بحال اش نقول لكم البنات، بحال الرهج، ما عرفتش واش كتقولوا نتوما ولا ما كتقولوش، كي الرهج حامض، ولكن المذاق ديالو مقبول نظرا للفوائد ديالو، فالمذاق ديالو مقبول جدا. دابا غندوقو التوت البري اللي حنا كنقولوا له مثنان، اي ثينك حنا في الجبل ديالنا كنقولوا له مثنان، ولكن ما كيكونش كبير بحال هذا، يعني كيكون يستيتو، ولكن كنظن غيكون نفس المذاق. التوت البري لا، هذا بلو بيري. هذا بلو بيري، هذا البلو بيري هو التوت الازرق، وهذا الشيء اللي كنعرف. بسم الله.
لا ماشي هو، ماشي هو، ماشي هو ابدا، أبداً. ابدا مش هو. خليني كنعاود ندير المذاق. من داخل نفس المذاق هذاك اللي كنعرف انا، ولكن هو يعني الناس اللي بحالي من الجبل واخدين النظره على هذا انه بحال هذاك ديالنا، ماشي بحالو نهائيا. هذا حامض وحلو من داخل بحال فيه الماء الزايدين. هذا احسن من هذاك بزاف، هذا واعر. حيت كامل انا كنشوف الناس كيقولوا بلو بيري بلو بيري، كنقول هادو شحال فيهم ديال العويجاج راه عندنا حنايا وما كناكلوش الى اخره. ولكن صدق في شكل بزاف، في شكل. ونعطيه 8 من 10، 8 يعني يؤكل بالملء. يؤكل. بغا ناخذ هذين this one المحبوبة المغاربة حاليا في الفترة هذه. محبوبة المغاربية هي هذه الكاكي، وانا سبق لي ذقتها وغيلفتني صراحة، الله ما عجبتنيش. فهاد المرة غندوق نشوف واش تعجبني ولا لا. حيت انا اول مرة الصراحة ربي الحبيب ما حبيتها وما حبتني، ما تفاهمنا انا وياها. ما عرفتش واش تقشر ولا لا، وانا نحاول ناكل من داخل هنا. بسم الله. شوفوا نفس احساسي تجاه اول مره. هي مزيونه، هي مزيونه، هي كمذاق مزيونه بزاف. حلوه، الحلاوه ديالها معتدله، ماشي ديك الحلاوه والحلاوه الطاغيه. الملمس ديالها مزيون، ولكن انا ما عجبتنيش، ما عرفتش علاش. المذاق ديالها في ذوقي جاب با، ما حبيت شيء. ايه يو، كنحس بها كدوخني، ما عرفتش علاش. هي مجرد فاكهه وانا كنحس بها كدوخني، ما عرفتش علاش. قلت لك كيما قوليها باي ذا واي. ثاني حاجه عندنا هذه، ما عرفتش على من محسوباش على فواكه ولا على الخضر. غنجرب هذه اللي هي شبيهه الطماطم ديالنا. صراحه ماشي اول مره غنجربها، سبق لي جربتها في تيك توك وهي تؤكل. هي جميله. آه، مزيج ما بين مم، مزيج ما بين مطيشه ومندالين، مطيشه ومندالين. بقاتنا هذه اللي ما عرفتش شنو اسمها، نقرا السميه ديالها هنايا. مرجع. استغفر الله، مشيت نقرا مرجان طنجة. واش ما كتبينش السميه ديالها؟ ممكن ها هي كاينه في التيكيه هذه، ولكن ما عرفتش. غنبقاش عليها جوجل ونرجع نقول لكم الثمن ديال داكشي كامل. جربوها تصفرجيله ولا بوعويد العجيبه غريبه بالنسبه لي انا، حيت بانت لي شكل وانا اول مره غندوق بعويده بهذا الحجم هذا. شوفوا المسك يدوز بها بواحد السهوله ماشي عاديه. شوفوا دابا غندوقوها، كتبان مزيونه بلا قياس. شوفوا سلا. امم ذا بيست. 11 على 10. واعره هذه كتحمر. وحده في هذا الفيديو هذا تذوقوها ونكونوا ختمنا الفيديو ديال تجربه الفواكه العجيبه الغريبه. طبعا شوفوا هذه الفاكهه هذه، ما عرفتش السميه ديالها باش كنت فاهمين. ديك الساعه نكتبها لكم هنايا حيت ما فتشتش عليها، مشيت جربتها لكم. المهم عليناش. هذه الفاكهه هذه ما عرفتش شنو هي السميه ديالها، ولكن عرفت ان الثمن ديالها عامل 400 درهم للكيلو. تخيلوا معايا. وهاد الحبه هذه بوحدي جاتني 40 درهم. ها هي كيفاش كتكون، ملي قطعوا الشكل ديالها، الشكل ديالها مزيون بزاف صراحه. الله غنقطع نوريكم يعني كيفاش داكشي. خصني نقطع حيت الشكل ديالها هيدا مزيون بزاف. شوفوا اوبسي، شوفوا الشكل ديالها مزيون بزاف. ودابا ندوقوها مع بعضياتنا. هذه كتاخذ اصغر تقييم من مور هذه عطيت هذه 5. هي مزيونه هذه تؤكل، الناس كاملين كيتعجبون اللي انا عطيت 5. هذه تحت الصفر. واحد، هذه ما نعرف دي واحد كافيها، كنظن واحد كافيها.
اسي كيجبر كاع ما قيمتو، سي كيجبر اصلا ما كاين شي، ما كنظنش واش كيكون داخل في الفواكه ولا لا، ما كنظنش يكون داخل. المهم البنات هادي راه كان 3 هي غاليه، حيتاش غاليه وما مزيوناش غنقيمها تحت الصفر، اما انا كنت نقدر نقيمها فوق الصفر. فكان هذا الفيديو ديالنا، نتلاقاو. فكان هذا الفيديو ديال اليوم البنات، نتلاقاو فيديو جديد ونهار جديد. اي لاف يو سو ماتش، كنتمنى تكونوا دائما في احسن الاحوال وارقى الاماكن. ديروا جيم، ديروا متابعه باش تشوفوا فيديوهات جديده ان شاء الله تعالى. واذا كتاب كل شيء يعني كل شيء بالقدر ربي. اذا كتاب 2024 كل عام ديالنا. باي.